فيلمنا النهارده طفل يتيم بيموت أبوه وأمه في حادث مأساوي بعد ما تعرض للخيانة، وبيقرر زعيم القراصنة إنه يتبنى الطفل بسبب شجاعته الكبيرة، وبيعلمه كل أساليب القتال علشان يقدر ينتقم من اللي قتل أبوه، لكنه بيتصدم في النهاية لما بيعرف هوية القاتل. وبيبدأ فيلمنا النهارده مع واحد بيجري ومعاه ولي عهد المملكة تينج، وبيحاول يهرب من الناس اللي بتطارده، ولما بيحس إن النهاية قربت بيرمي تينج في الغابة علشان ينجو بحياته. وبالفعل بعد ما بينط تينج بيتضرب الراجل اللي معاه بالسهام وبيموت. وبيعيش تينج في الغابة كام يوم لحد ما رجالة بقيادة راجل عملاق اسمه ماكس بياخدوه معاهم، وبيحاول الطفل تينج بكل الطرق انه يهرب منهم، لكنهم بيبقوا اقوى منه بكتير، وبيدخلوا ماكس لغرفة معينة علشان يغرقوه بالدم وينزلوه حفرة التمساح. فبياخد تينج طوبة في ايده في اللحظة اللي ماكس عايز يرميه فيها، بيضربه بالحجر بمنتهى القوة في عينه، وبيعوره تحت انظار زعيم القراصنة شير اللي بيعجب بقوة وشجاعة الطفل اللي قدامه. وبيتعصب ماكس بسبب الضربة وبيرمي تينج في الحفرة، وبيظهر تمساح عملاق كل هدفه انه ياكل تينج بسبب الدم اللي على جسمه. لكن الطفل اللي لسه ما كملش 15 سنة بيفضل يقاوم ويصارع التمساح بكل شجاعة علشان ينجو بحياته. ولما بيحاول يخرج من الحفرة واحد بيدوس على ايده بيوقعه تاني، وهنا بيدي زعيم القراصنة شير الاشارة لاتباعه علشان يبدأوا الهجوم على ماكس واللي معاه ويقتلوا فيهم واحد ورا التاني. وبيروح شير ناحية تينج وبيرمي له خنجر وبيقول له ان حياته متوقفة عليه، فبينزل تينج تحت المية علشان ياخد الخنجر ويقتل التمساح. وبيعدي الوقت وتينج لسه تحت المية وبيفكر الكل انه مات، لحد ما بيظهر التمساح على وش المية والخنجر مغروس في جسمه. وبيطلع تينج يعلن عن ولادة مقاتل أسطوري اتكون في اللحظة دي، وبيقرر شير انه يتبنى تينج وبياخده معاه وبيعالج جروحه. وبيروح يتكلم مع الكاهن بتاعه اللي اسمه كلاي، وبيعرفه انه شاف ضوء غريب في عيون تينج وعايزه يتأكد له. فبيقرب منه كلاي وبيلمسه وهو بيقول انه هيبقى مقاتل شرس، واي سلاح في ايده هيبقى سلاح فتاك. وهنا بيعرف شير عن نفسه لتينج وبيطلب منه الانضمام لجماعته من القراصنة وهيعلمه كل اساليب القتال، ولو تينج عايز يمشي يقدر يمشي ومش هيبقى فيه عواقب. فبيطلع تينج بره المكان اللي هو فيه وبيتصدم من اللي بيشوفه. كل الناس اللي حواليه بيتدربوا على القتال، سواء القتال بالسيف او استخدام القبضات والركلات، عالم كامل من القتال المفتوح قدام الطفل تينج. وهنا بيقرر في نفسه انه يتعلم ويبقى الافضل زي ما اتكتب له علشان يقدر ينتقم من اللي قتل ابوه. وبالفعل بيبدأ يتدرب على كل انواع القتال، واللي بيدربه بالسيف هو شير بنفسه، وبيعلمه ازاي السلاح يكون جزء من جسمه علشان يقدر يتحكم فيه بكل سهولة. ويوم ورا التاني وتينج بيخضع لأشد انواع التدريب على ايد الافضل في المجال القتالي وقتها. وبعد ما بيتم تدريباته بكل كفاءة بيفكروا شير انه دلوقتي بقى قرصان في الجماعة بتاعته فعلا. وبيكبر تينج والحقد والكره مالي قلبه بسبب اللي حصل معاه زمان. وبيبقى تينج بيتعامل بشكل كويس جدا مع الفيلة، لدرجة ان في ظروف معينة بيقدر يراودها لخدمته. وبيجي اليوم اللي هيتم فيه اختبار تينج اذا كان اتعلم كل حاجة في القتال ولا لا. وبيبدأ القتال الاول تحت انظار شير، وبيكون المقاتل بتاعه بيستخدم السيف، فبيستخدم تينج السيف هو كمان، وبيحارب أفضل مقاتل بالسيف من القراصنة كلهم. وبيقدر بحركة مذهلة إنه يتفادى الضربة بتاعته، وبيحط السيف على رقبته علشان يعرفه إنه خلاص اتهزم. بعدها بيتقدم أفضل واحد في فن من فنون القتال اللي بيعتمد على اللكمات والركلات، وبيقدر تينج إنه يهزمه بمنتهى القوة من غير ما يتلقى ضربة واحدة حتى. وبعدها بيدخل عليه الأقوى جسديا بين القراصنة كلهم، واللي بيتعب تينج وهو بيحاول يهزمه، لكنه بيستجمع قوته وبيفضل يهجم بكل شراسة على المقاتل التاني، وبيعمل له حركة إخضاع رهيبة بتخلي المقاتل يستسلم في لحظتها. وبيكون شير فرحان بتينج جدا، وبيطلب منه يدخل كهف معين علشان يثبت لنفسه صحة سلامته العقلية، وإنه لو تجاوز الاختبار ده خلاص بقى مقاتل من الطراز الرفيع. فبيدخل تينج الكهف وبيلاقي واحدة ست قاعدة بتعيط،
فبيمد لها ايده علشان يساعدها، لكن فجأة الست بتهجم عليه بكل قوتها بهدف انها تقتله. وهنا بيظهر شير وبيرمي خنجر عليهم، فبيمسكوا تينج وبيذبحها بمنتهى البرود وبينجح في الاختبار الاخير. وبيقرر شير انه يقف قدام جماعته كلهم ويعين تينج القائد من بعده لجماعة القراصنة بسبب كفاءته. فبياخد منه تينج الخنجر وهو ممتن لكل حاجة عملها شير معاه، خصوصا انه خلاه مقاتل اسطوري لا يهزم. وبيطلعوا بعدها في مهمة للهجوم على جماعة تانية، وبيقود تينج الفريق بكل ثقة وبيدخل على الجماعة التانية وبيبدأ يقتل فيهم واحد ورا التاني بمنتهى القوة. ولما بيتجمع حواليه أكتر من واحد بيقدر تينج إنه يهزمهم كلهم، وما بيلاقيش صعوبة في ده بسبب قدرته الفريدة، لكنه بيشوف تمثال للإله بتاعه. وهنا بيفتكر اللي حصل معاه زمان لما وصل هو وأبوه لقرية معينة بسبب الانقلاب اللي بيحصل في البلاد. ولأن أبوه هو أحد القادة الأربعة للجيش ومعرض للخطر، بيقرر إنه يسيب ابنه تينج عند كاهن القرية علشان هو وريث العرش لو حصل حاجة لأبوه. وكمان لأن سينا الحاكم الحالي عايز يتخلص من تينج علشان يبقى هو الملك الشرعي للبلاد. وبالفعل بيمشي الأب وبيسيب تينج لوحده. وهناك بيقابل بيم اللي بتحكي له إن أبوها وأمها اتقتلوا، والكاهن بتاع القرية هو اللي بيهتم بيها من وقتها. وبيروحوا بعدها لواحد مجنون في القرية اسمه مين، وبيضحك تينج عليه وبيقدر ياخد منه القلادة اللي ماسكها. وبيدخل يتكلم مع الكاهن شوية وبيقول انه عايز يتعلم استخدام الأسلحة علشان يقدر يساعد بلاده في الوضع السيء اللي بتمر بيه. لكن الكاهن بيسأله ايه نوع السلاح اللي عايز يستخدمه علشان يساعد شعبه، وبيطلب منه يبقى يرد عليه بعدين لما يفكر كويس. وبنرجع للحاضر مرة تانية مع ماكس اللي لسه بيخطف الناس وبيبيعهم عبيد، لكن وأثناء ما هو بيضرب واحدة ست بيتحدف عليه قطعة من الفخار، فبيتجنن وبيبدأ يضرب في كل الموجودين لحد ما بيشوف الشخص اللي حدفها، وبيبدأ يشربوا الخمرة بشراهة. لكن الشخص ده بيكون تينج وبيكسر الفخار وبيمسكه من رقبته وبيرميه باستخدام صابع واحد بس. فبيحاول أتباع ماكس إنهم يسيطروا على تينج، لكن تينج ما بقاش طفل وبقى في مستوى مختلف تماما دلوقتي. بيوقعهم بمنتهى السهولة وهو على الأرض وبيستخدم رجله بس، وبيقدر إنه يهزم كل رجالة ماكس. فبيتجنن ماكس أكتر وبيهجم عليه، لكن تينج بيوقفه وبيهجم على باقي رجالته وبيبدأ يقتل فيهم واحد ورا التاني. فبيطلب منه ماكس الرحمة وإنه يديله فرصة تانية للحياة، فبيقرر يديله نفس الفرصة اللي اداهاله زمان ويرميه في حفرة التمساح. نظرة واحدة من عين ماكس في عين تينج بيفتكروا على طول وإنه هو الطفل اللي ضربه بالحجر زمان. بعدها بيأمر تينج رجالته إنهم يطلقوا سراح العبيد. وبنروح للماضي تاني وقت ما تينج قرر يسيب القرية ويمشي، وبيم بتكون زعلانة جدا على فراقه، لكنه بيوعدها إنه هيرجع لها مرة تانية لأنه لازم يتحرك دلوقتي لأن أبوه بعت واحد من الحراس ياخده. وبيحدف لها الإسورة اللي أخدها من علشان تفكرها بيه لحد ما يرجع، لكن بيكتشف تينج إن الحارس اللي معاه خان أبوه وبيحاول يقتله لما بيشوف حارس تاني موالي لسيها. فبيوطي تينج وبيقدر الحارس يوقع الخاين علشان يهرب تينج بالحصان، وبيدخل معاه في قتال عنيف وبيقدر يقتله. في الوقت ده الملك الظالم سينا بيحدف سهم على سيها، ولما مراته بتحاول تلحقه بيضربها بسهم تاني فبتموت في ساعتها. كل ده بيحصل تحت انظار تينج اللي بيمسكه الحارس علشان ما يطلعش صوت، لكنه بيصرخ بأقصى قوته لما بيشوف مقاتل مقنع بيهجم على أبوه وبيذبحه بدم بارد. فبيجري بيه الحارس لحد ما بيرميه في الغابة وبيموت هو علشان تينج يعيش. كل ده تينج بيفكر فيه كل يوم لحد ما بيطلب من شير انه يروح ينتقم لموت ابوه وامه. فبيعرفوا شير ان مكانه موجود دايما وهيبقى القائد من بعده لما يرجع، وبيقول له ان الضوء اللي كان شايفه في عينه زمان شايفه دلوقتي، ويقدر يروح يخلص قلبه من العذاب اللي شافه زمان. في الوقت ده بيكون الملك عامل حفلة وبترقص في الحفلة دي بيم اللي أصبحت من جواري الملك بعد ما احتلوا قريتها. وبعد ما بتخلص الفقرة بيظهر تينج وهو لابس قناع وبيفضل يعمل حركات استعراضية لحد ما فجأة بيرمي قنابل في كل مكان وبيهجم على الملك وبيطعنه كذا طعنة، وبيكشف عن وشه وهو بيقول إنه جاي ينتقم لأبوه سيها. وبتعرف بيم إنه هو ده تينج وبيفضل يضرب الحراس بكل قوة علشان يمنع الملك إنه يتحرك. وبعد كذا طعنة بيوجهها للملك بيضربه بالسيف ضربة أخيرة وبيفكر إنه
خلاص انتقم، وبيبص لبيم وبيهرب بسرعة من المكان. ولما بيجي يرجع لمكان القراصنة بيتفاجئ بالمقاتل المقنع اللي قتل أبوه زمان، فبيهجم عليه بكل قوة علشان يقتله وينتقم. بس المقنع بيكون من أصحاب المهارات العالية هو كمان، وبيقدر يجاري قوة تينج الخطيرة. لكن تينج بالعزيمة والإصرار بيقدر يجرحه مرة، فبيهجم عليه الحراس من كل مكان وبيحاولوا يقتلوه. بس تينج شغال قتل فيهم واحد ورا التاني بمنتهى القوة والغضب اللي في الدنيا. كل ده علشان بس يوصل المقنع اللي قتل أبوه وينتقم منه. وبيشوف المقنع واقف فوق البيت فبيتجه ناحيته، واللي بيقابله مصيره هو الموت وبس. حتى لما بيهجم عليه 2 من أقوى المقاتلين بيقدر يهزمهم مع بعض في نفس الوقت ولا بيهمه، لحد ما بيتدخل المقنع وبيجرح تينج بالسيف وبيرميه من على البيت. هنا واحد من الحراس بيضرب تينج ضربة قوية وبيوقعه المسافة أكتر، وبيبقى واضح إن دي النهاية بالنسبة لتينج اللي فقد كتير من الطاقة وتعرض لجروح خطيرة جدا، وكمان حواليه أكتر من 20 مقاتل. لكن تينج بيمسك منشاكو وبيبدأ يضرب فيهم وهو بيصرخ، وبيحاول بكل جهده إنه ما يموتش قبل ما يكمل انتقامه. بيقتل في الرجالة يمين وشمال بمنتهى الشراسة ومحدش عارف يقرب منه. مسك سيف وبعدها بيقاتل بطريقة خرافية، ولما بيحس انه خلاص مش قادر يكمل والجنود بيكتروا كل شوية بيصرخ بأعلى صوته. بيظهر واحد من الفيلة اللي بيقف قدام الجنود وبيساعد تينج في قتلهم واحد ورا التاني. بس فجأة بيظهر راجل شكله غريب وبينط على الفيل مع تينج، وبيبان عليه انه مقاتل عنيف لدرجة انه بيستهدف الجروح اللي في جسم تينج علشان يقدر يهزمه. وبالفعل بيقدر يوقع تينج كذا مرة، وتينج خلاص قوته بتنتهي. حارب المقنع والجيش كامل لوحده ولسه بيحاول يكمل، بس جسمه بيعاني من الجروح. وبيوصل حارس الملك وبيديله ضربة يوقعه على الأرض، وبيتحدف سهم جنبه والجيش بالكامل بيحاول تينج علشان يكتشف ان الملك كان لابس درع لما هجم عليه وانه لسه عايش. فبيحس تينج اللحظة ان كل اللي عمله ده ملوش اي لازمة، وبيحس بخيبة امل كبيرة، خصوصا انه متحاصر من جميع الجهات وصعب حتى انه يهرب. شكلها النهاية تينج، خصوصا ان الملك بيؤمر بقتل اخر فرد من عائلة سيحة، وبيطلب من المقنع اللي قتل ابوه زمان انه هو اللي يقتله. وهنا بتكون الصدمة الكبرى لتينج لما بيكتشف ان المقنع اللي قتل ابوه زمان يبقى هو الاب الروحي بتاعه ومعلمه شير، وانه في الحقيقة من اتباع الملك سينا ونفذ له كتير من العمليات على مدار الزمن. سينا بيقول لتينج ان الراجل اللي قتل ابوه قدامه دلوقتي ويقدر ياخد حقه منه لو عرف. وبيطلع شير السيف وبيبدأ الهجوم على تينج اللي لسه مش مستوعب اللي بيحصل. معقول الراجل اللي رباه وعلمه كل حاجة يطلع هو اللي قتل أبوه في الآخر؟ بيقول في نفسه إن الحياة عمرها ما كانت عادلة، وبيهجم بمنتهى الغضب على شير اللي بيفكره كل شوية إن هو قاتل أبوه ولازم ينتقم منه. وبيوجه ناحيته ضربة قوية بالسيف وبيدخل في سيف تينج وبيوقعه على الأرض. وهنا بيعيط شير وبيطلب من تينج إنه ينتقم لموت أبوه، وبيكسر السيف علشان سيف تينج يجرح رقبة شير ويتذبح بنفس الطريقة اللي قتل بيها سيها زمان. تينج بيعيط ومش فاهم ايه اللي بيحصل، بيحقد على الملك اللي كان السبب في كل اللي حصل له. خسروا ابوه زمان ودلوقتي خسروا الراجل اللي تبناه وعلمه كل حاجة، وبيطلب الملك من جنوده انهم يعذبوا تينج ببطء علشان يبقى عبرة لغيره. تينج هيتعرض لأشد انواع التعذيب بعد القتال الاسطوري اللي كان فيه ضد جيش بالكامل. يا ترى هيقدر تينج يتصرف ازاي في الموقف الصعب ده؟ وهل بيم هيكون ليها دور في انقاذه؟ ده اللي هنعرفه في الجزء اللي جاي. علشان كده اتأكد يا أسطورة انك مشترك في القناة علشان تقدر تشوف الجزء الجديد اول ما ينزل على طول.